المشروب الرسمي للشتا والدفا. بصي الصورة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة مني مقدمة كتير. تعالي نشوف عملنا ازاي الحمص الشام بالدقة بتاعة العربيات بتاعة الكمون والليمون والشطة بالليمون اللي بتخلي ريقنا يجري على الحمص الشام على طول. يلا بينا نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. هنعمل مع بعض حمص شام زي بتاع الكورنيش بالظبط. طعمه هيعجبك جدا وطريقته سهلة وبتركات وتكات مش هتلاقيها غير في الفيديو ده بس. هنعمل معاه الشطة والدقة بنفس طريقة وطعم ولون عربيات الكورنيش. يلا بينا بقى نخش على الطريقة على طول. هنا انا جبت الحمص نقيته وغسلته، نقعته في المية من بالليل للصبح لغاية ما بقى معايا الحمصية. بصي كبرت ازاي ونفشت وبقت منورة بالشكل ده. اتنقع من بالليل للصبح، لا اما ممكن تنقعيه حوالي 6 ساعات يعني كده، وبعد كده هنشتغل فيه مع زي ما هنعمل كده الطريقة مع بعض. تقدري تعملي الكمية اللي انت حباها. هحط ايه عليه وهو بيتسلق كده على النار؟ انا عصرة ليمون واخده القشر بتاعه، وهقولك العصير بتاع الليمون هنعمل بيه ايه بس مش دلوقتي. وبصلايه صغيره كده مقطعاها 4 تربع بالشكل ده هحطها عليه. هحط عليه كمان ربع معلقه صغيره ملح، ما تكتريش الملح، ربع معلقه بس. ربع معلقه صغيره سكر. يبقى انا حطيت له ملح وسكر والبصله وقشر الليمون. هديله تقليبه كده معاه وهسيبه على النار يتسلق كده. الحمص بعد ما قعد معايا حوالي تلت ساعة على النار، هبتدي بقى اشيل منه القشر بتاع الليمون والبصل اللي احنا حطيناه، اطلعه خلاص كده انا مش محتاجاه تاني. خلاص القشر الليمون خدت منه المزازة اللي فيه، اطلعه كده. خلاص كده انا طلعته بالشكل ده وهو معايا قشر الليمون والبصل. كل شوية كنت بلاقي ريمة بتطلع زي كده من الحمص كنت بشيلها. اي ريمة هتلاقيها شيليها من الحمص. هو لسه كده ما كملش سواه، الميه نقصت معايا، هزودها ميه سخنه بس مش دلوقتي. هبتدي بقى احط عليه ايه من الاضافات. فص توم كده مهروس، معلقه كبيره معجون صلصه. حطي بدل معجون الصلصه طماطم معصوره في الخلاط. هحط عليه ربع معلقه صغيره بابريكا، ربع معلقه صغيره كمون. هحط عليها حوالي عصره ليمون كده، حاجه بسيطه كده خالص على طرف المعلقه شطه. اقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض بالشكل ده كده. حابه تحطي مرقه خضروات مع التحبيشه اللي احنا حطيناها دي حطي. حطي له ميه سخنه تاني بدل الميه اللي نقصت دي. واشوف الحياء بتاعه واسيب الحمص لسه يكمل سواه على النار. هو محتاج ملح، هظبط ملحه وهسيبه يكمل السواه لغايه ما الاقي الحمص اتهرى خالص معايا واستوى. انا خدت كوبايه من الحمص اللي بيستوي لسه على النار، خدت منه كوبايه كده هنعمل بيها الشطه والدقه بتاعه الحمص. يلا بينا نعمل مع بعض الطريقه. هجيب كده عندي اي كوبايتين، هبتدي احط فيها شويه شطه كده عشان نعمل الشطه، وهحط عليهم كمان شويه بابريكا، يبقى شطه وبابريكا. الكوبايه التانية هحط فيها كمون. هجيب بقى الميه اللي انا اخدتها من الحمص وهبتدي انزل بيها كده هنا شويه كده هنا على الكمون، وشويه كده على الشطه والبابريكا. نقلب بقى كده الكمون مع الميه بتاعه الحمص، وهنا برضو هنقلب الشطه مع البابريكا. هننزل عليهم بقى بايه؟
في الاول خالص انا قلتلك القشر الليمون اللي حطيناه مع الحمص وهو بيستوي، انا عصره ليمون وهقولك هنعمل بيه ايه. اهو الليمون اللي انا خدت منه القشر بتاعه وحطيته على الحمص وهو بيستوي. هبتدي احط كده هنا شويه، احط على الشطه شويه، ريحتها جميله. بصي اللون الدقه بتاعت الكمون عامله ازاي، تحفه. ودي الشطه، طبعا الشطه بتتكلم عن نفسها. بصي اللون عامل ازاي، نفس بتاعت العربيات بالظبط. الحمص بقى يستوي ونيجي نقدم الجمال ده مع بعض. ده كده الشكل النهائي للحمص بتاعنا بعد ما استوى. حمص استوى خالص وبقى مهري معانا، والدقة والشطة بيتكلموا عن نفسهم. الصورة يعني بجد لوحة فنية، منتهى الجمال، طعم وريحة ولون مفيش بعد كده. جربيه، وده معروف جدا مفيش غنى عنه في الشتاء. يا رب بقى الطريقة تكون عجبتكم. يا ريت ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس تخليه على الكل عشان توصلك مني كل فيديوهاتي، وتعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفاد بالطريقة. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.